أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. تحية طيبة لكم أبناء طلبة الصف الخامس مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس أكتب الكتابة تنوين الفتح. سنتعلم أبناء الطلبة في هذا الدرس إن شاء الله كيف نكتب تنوين الفتح بشكل صحيح. طيب، هنالك سؤال يدور في ذهن بعض الطلاب: لماذا تنوين الفتح؟ لماذا اسم الدرس تنوين الفتح؟ أو ليش دائما في دروس اللغة العربية بيركزوا على تنوين الفتح أو على ألف تنوين الفتح، مش على تنوين الضم ولا على تنوين الكسر؟ لأنه أبناء الطلبة بكل بساطة تنوين الفتح له قاعدة خاصة في كتابته يتبعه أحيانا عندما تنون. الآن بلشت الشرح أنا. عندما تنون الكلمة بتنوين الفتح أحيانا يتبع هذا التنوين ألف تسمى ألف تنوين الفتح. بكل بساطة أبناء الطلبة، كل الكلمات اللي في اللغة العربية اللي بنونها بتنوين فتح يتبعها ألف تسمى ألف تنوين الفتح، مثل كلمة خوفا، وكلمة أحلاما، وكلمة مذهولا، وكلمة شيئا، إلا في بعض الكلمات اللي راح نأخذها الآن. الكلمات المنتهية. شو هي الكلمات يا أستاذ؟ اللي ما بنكتب لا نكتب بعدها ألف تنوين الفتح، فقط نضع تنوين الفتح مثل تنوين الكسر ومثل تنوين الضم بشكل طبيعي. هذه الكلمات أبناء الطلبة نوعين. اللي بدي اياكم تعرفوها يا خامس، انه الكلمات اللي ما بنكتب بعدها ألف تنوين الفتح هي نوعين: كل كلمة آخرها تاء مربوطة، وكل كلمة آخرها همزة مسبوقة بألف. أما باقي كلمات اللغة العربية كلها ماشي بنكتب ألف تسمى ألف تنوين الفتح. لاحظ معي كلمة مال كيف أصبحت مالا. هنا مالا وضعنا ألف تنوين الفتح. قوي أصبحت قويا وضعنا ألف تنوين الفتح بعد الياء. هنا خوف أصبحت خوفا وضعنا ألف تنوين الفتح. أحلام وضعنا أحلاما وضعنا ألف تنوين الفتح. شيء أصبحت شيئا وضعنا ألف تنوين الفتح. مذهول أصبحت مذهولا وضعنا ألف تنوين الفتح. إلا في الكلمات المنتهية بالتاء المربوطة. أي كلمة منتهية بالتاء المربوطة، سواء الشكل هذا أو الشكل الآخر اللي أسا راح أعرضه عليكم، والكلمات أي كلمة منتهية بهمزة مسبوقة بألف، في هاتين الحالتين. وهنالك حالة ثالثة مش طالبينها منكم يا خامس، اللي هي راح أحكي لكم إياها فقط، راح أذكرها ذكر وما راح أشرح عليها الآن، اللي هي الكلمات المنتهية بالألف المقصورة، مثل كلمة هدى، مثل كلمة فتى، مثل كلمة عصا. هذه الكلمات أيضا لا توضع بعدها ألف تنوين الفتح وتنون تنوين الفتح، ولكن نضع تنوين الفتح ليس على الألف المقصورة، وإنما على الحرف الذي يسبق الألف المقصورة. وراح أعرضها عليكم الآن من خلال صورة أنا كنت مجهزها على اللوح على سبورة، وأشرحها لكم بشكل أوسع وأشمل. حسنا، لاحظ معي عزيزي الطالب، مثلا هذه الكلمة طائر ورائد وصف. هنا هذه الكلمة انتهت بالراء، هذه الكلمة انتهت بالدال، هذه الكلمة انتهت بالفاء. طائر أصبحت طائرا، وضعنا التنوين على الراء وليس على الألف. هنا عندما نوناها بتنوين الفتح وضعنا التنوين على الراء وزدنا عليها ألف تسمى ألف تنوين الفتح. رائد رائدا، صفا. طبعا هنا كتبنا الألف مع الفاء لأن الفاء من الأحرف التي تتصل بما بعدها. كيف يعني تتصل بما بعدها يا أستاذ؟ يعني مثل ما تعلمت يا أستاذ في الصفوف الأولى، يعني بتمسك باللي بعدها، الحرف الأخير هذا بيمسك باللي بعده. إذن هنا بضع الألف مع الفاء، أرسمها مع الفاء. الآن أبناء الطلبة، إذن الحالات اللي حكيت عنهن، اللي ما بنضع هون ألف تنوين الفتح، ما بنضع ألف تنوين الفتح، غلط. تمام. اللي هن
الكلمات المنتهية بالتاء المربوطة مثل كرة وطائرة، الشكل هذا للتاء. ومثل كلمة سلة وحكمة على سبيل المثال، الشكل هذا للتاء. وأيضا كل كلمة منتهية بهمزة مسبوقة بألف مثل سماء، دعاء، جزاء، ماء. لاحظ هنا لم نضع ألف تنوين الفتح. وأيضا كل كلمة منتهية بألف مقصورة، فتى وهدى وعصا. الآن لاحظ معي كلمة عصا منتهية بألف، لكن هذه الألف أبناء الطلبة هذه الألف التي أنا أضع عليها المؤشر، هذه ليست ألف تنوين الفتح، وإنما هي ألف من أصل الكلمة، هي شكل آخر من أشكال الألف المقصورة. الألف المقصورة لها شكلين، هذا الشكل وهذا الشكل. تمام. هذا الجزء ليس مطلوب من الصف الخامس حاليا، يعني مش مذكور بالدرس. الآن في شغلة مهمة جدا الآن، اللي هي احنا حكينا هون كل كلمة منتهية بهمزة مسبوقة بألف، ركز لي على كلمة مسبوقة بألف. لكن إذا كانت الهمزة غير مسبوقة بألف، لاحظ هنا جزء غير مسبوقة بألف، سوء غير مسبوقة بألف، شيء غير مسبوقة بألف، كفء غير مسبوقة بألف، وعبء غير مسبوقة بألف. في هذه الحالة أبناء الطلبة أزيد بعد التنوين ألف تنوين الفتح في هذه الحالة. ليش؟ لأن الهمزة هاي اللي انتهت بها هذه الكلمات ليست مسبوقة بألف. تمام. الآن الطالب، في طلاب ممكن، هذه أيضا مهمة جدا في الإملاء، يعني لها درس أصلا كامل لوحده، كيف تكتب الهمزة المتطرفة، كيفية كتابة الهمزة المتطرفة. ولي طبعا فيها درس على قناتي ابحثوا عنه بعنوان الهمزة، كيفية كتابة الهمزة المتطرفة. الآن أبناء الطلبة، كفء. كيف يا أستاذ بدي أعرف إني أضع الألف قدام الآ هيك يعني، وأحط هيك، ولا بالشكل هذا؟ طبعا هذا هو الشكل الصحيح لكتابة الكلمات. لكن بعض الطلاب ممكن يجي يكتب جزءا هيك. إذن بعض الطلاب ممكن يكتب جزءا هيك، أو كلمة كفءا هيك. هذا طبعا مثل ما حكيت لكم، هذه هي الكتابة الصحيحة لكفءا، وهذه هي الكتابة الصحيحة لجزءا. طب كيف يا أستاذ بدي أقرر إنه هل الهمزة تظلها على حالها فقط أزيد إلها ألف وأحط عليها التنوين، ولا أحطها على نبرة، أكتبها على نبرة؟ الشيء أو المسألة بسيطة جدا أبناء الطلبة. لاحظ معي، انظر إلى الحرف الذي يسبق الهمزة في هذه الحالة. هذا الشيء مهم جدا، ترى مش ذاكرينه هم في الدرس، لكن هو مهم جدا، حتى إذا واجهتك كلمة مثل هيك تعرف كيف تنونها بتنوين الفتح وتكتبها كتابة صحيحة 100%. أنت عارف إنه هون بحط عليها تنوين فتح وبزيد لها لكن كيف أنا أكتبها؟ هل أبقيها على حالها على السطر كما في كلمة جزءا وسوءا، أم أكتبها على نبرة؟ المسألة مثل ما حكيت لك عزيزي الطالب، المسألة بسيطة جدا. انظر إلى الحرف الذي يسبق الهمزة. هنا في جزء الذي يسبق الهمزة إيش؟ الزين. في سوء الذي يسبق الهمزة إيش؟ الواو. طيب حرف الزين وحرف الواو هل يتصلوا بما بعدهم؟ لا. يعني لو كتبت مثلا ورد، الواو هل اتصلت بالراء؟ هل مسكت بالراء؟ مثل ما بتعلمتوا أنتم بالصف الأول والثاني والثالث، يعني بالمصطلحات، هل مسكت الواو بالراء؟ لا. طيب الزين مثلا نكتب زهرة، عفوا، طبعا هذا مش خطي، هذا خط التليفون، هيك بيطلع معي خط قلم الهاتف. تمام. زهرة، لاحظ حرف الزين، هل مسك حرف الزين بحرف الهاء؟ لا. إذن العبرة أبناء الطلبة، إذا كان الحرف اللي قبل الهمزة بيمسك باللي بعده، أو عفوا ما بيمسك باللي بعده، أبقي يعني من الأحرف غير متصلة، أبقي الهمزة على حالها فقط، كما في هاتين الحالتين. على سبيل المثال تكتب جزءا، تبقى الهمزة على السطر ونكتب عليه التنوين والألف بعدها. وكما في كلمة سوءا أبقي الهمزة على حالها، لأنه الحرف اللي قبلها ما بيمسك باللي بعدها اللي هو الواو، ما بيمسك باللي بعدها، مثل كلمة ورد هنا. أما في لو جئنا إلى شيء، هنا شيء اللي سبق الهمزة إيش؟ ياء. هل الياء من الأحرف الذي يمسك بما بعده؟ نعم. مثلا يمشي،
احنا بنجربها على كلمة مشان نعرف انه الحرف هذا بيمسك باللي بعده ولا لا. لاحظ الياء مسك بالميم، يعني اتصل بالميم، اتصل بالميم. طيب هنا الفاء هل يمسك باللي بعده؟ خلينا نجرب على ايش؟ على كلمة مثلا فأر. اوه ماي جاد. مثلا كلمة فأر، هنا الفاء مسك اللي بعده؟ نعم مسك اللي بعده. إذا في هذه الحالة أبنائي الطلبة أكتب الهمزة، إذا الحرف اللي قبل الهمزة يكتب يتصل بما بعده، تكتب الهمزة في هذه الحالة على نبيرة، مثل عبء، باب. مثلا الباء سبق الهمزة باء، نجربوا على كلمة هاي باب. إذا الباء يتصل بما بعده، الباء يتصل بما بعده، الباء عفوا هاي مثل هيك يتصل بما بعده. في هذه الحالة إذا نكتب الهمزة على نبرة. هذه الجزئية أحببت أن أنوه عليها بالرغم من عدم وجودها في الكتاب، لكنها مهمة بالنسبة للطلاب لحتى يعرفوها ويتمكنوا من درس تنوين الفتح كاملا، بحيث أنهم يكتبوا شكل الكلمة، يكتبوا الكلمة بشكل صحيح من جميع النواحي. الآن أعود إلى الكتاب. لاحظ معي عزيزي الطالب، هنا شيء لا تكتب هكذا، تكتب هكذا. عبء لا تكتب هكذا، نكتبها هكذا. كفء لا نكتبها هكذا، نكتبها هكذا. إذن هذا هو الشكل الصحيح لكتابة شيء. عندما تصبح شيئا، عبء تصبح عبئا هكذا، كفء تصبح كفءا هكذا. سوء، كلمة سوء على سبيل المثال اللي مرت معنا قبل قليل، تصبح سوءا هكذا، هذا الشكل الصحيح سوءا. وجزء تصبح جزءا بهذا الشكل، هذا الشكل الصحيح لكلمة جزءا. الآن بعد ما فهمنا الدرس راح أقرأ الأسئلة وأجاوبها بسرعة. أعيد كتابة الكلمات الملونة بعد حذف التنوين. خوفا تصبح بعد حذف التنوين هكذا، طبعا هاي محلولة عندكم في الكتاب. أحلاما تصبح أحلام هكذا. شيئا تصبح شيء هكذا. مذهولا تصبح مذهول هكذا. أدخل تنوين الفتح على الكلمات الآتية. الآن بده العكس، إن ندخل تنوين الفتح. هنا طلب منا حذفها، وهنا طلب منا إيش؟ إدخال تنوين الفتح على هذه الكلمات، على كلمة زكاة وكلمة سماء وكلمة مال وكلمة قوي. زكاة تصبح زكاة هكذا، سماء تصبح سماء، مال تصبح مالا، وقوي تصبح قويا هكذا بهذه الأشكال التي أمامكم. الآن ألاحظ أن نستنتج إذن أبناء الطلبة أن تنوين الفتح يكتب على الحرف الأخير من الكلمة، مثل زكاة وسماء، أو على الحرف الأخير من الكلمة وأضيف بعده ألفا، مثل مالا وقويا. أستنتج أكتب تنوين الفتح على الحرف الأخير من الكلمة إذا انتهت بالتاء المربوطة أو بهمزة مسبوقة بألف. أكتب تنوين الفتح على الحرف الأخير من الكلمة وأضيف بعده ألفا إذا انتهت بأي حرف غير التاء المربوطة أو بهمزة مسبوقة بألف. يعني نفس القاعدة. هو الآن بحاول أنه يتوهنا، لكن إحنا ما بنتوه، شاطرين وصاحيين لهاي المسألة. إذن هو بده يؤكد عليك هنا، ما بده يتوهك طبعا. هنا بده يؤكد عليك المعلومة، بده يؤكد عليك المعلومة، لكن لكي لا تختلط عليكم، أو لكي أوضح لكم الموضوع، يعني كيف إنه الإجابة تكررت هون نفسها هون. هو الآن بده يفهمك ويؤكد عليك المعلومة بتكرارها بطريقة أخرى. هنا أكتب تنوين الفتح على الحرف الأخير من الكلمة إذا انتهت بالتاء المربوطة أو بهمزة مسبوقة. أكتب تنوين الفتح على الحرف الأخير من الكلمة وأضيف بعده ألفا إذا انتهت. متى بضيف بعد ألف؟ إذا انتهت بأي حرف، أي حرف آخر غير التاء المربوطة أو بهمزة مسبوقة. فهمنا الآن؟ إن شاء الله. هنا أقرأ الفقرة الآتية: وأدخل تنوين الفتح على الكلمات التي بين القوسين وأغير ما ألزم. كان عزيز عبدا صالحا، هذه برضو محلولة عندكم. الآن كلمتين هذول عبد صالح صارت بهذا الشكل، كتبناها مع التنوين بهذا الشكل: عبدا صالحا. ضفنا هنا ألف تنوين الفتح، وهنا ضفنا أيضا ألف تنوين الفتح. خرج ذات يوم إلى قرية، فلما اشتد الحر نزل عن حماره، وكان معه سلة فيها عنب، وأخرج قصعة هنا منتهية بالتاء المربوطة، ما ضفت ألف تنوين الفتح معه، فاعتصر من العنب ثم أخرج خبزا يابسا. خبز يابس تصبح خبزا يابسا. الخبز انتهت بالزين، ما انتهت بالتاء المربوطة ولا بهمزة مسبوقة بألف. ويابس أيضا انتهت بالسين، ما انتهتش لا بتاء مربوطة ولا
همزة مسبوقة بألف، بدي أظل أكررهم مشان تحفظوهن. في العصير ليبتل فيأكله، ثم استلقى ونظر إلى البيوت فرآها قائمة. هنا انتهت بتاء مربوطة، ما بضيف ألف تنوين الفتح. وأهلها قد صاروا عظاما بالية. عندي كلمتين هون، عظام وبالية. عظام ما انتهتش لا بتاء مربوطة ولا بهمزة مسبوقة بألف، إذن هنا أضيف لها ألف بعد التنوين. التنوين أنوه وأذكر بأن التنوين ما بنكتبه على الألف، نكتبه وين؟ بنكتبه على الميم. هنا نكتبه على الحرف الأخير بالأصل قبل إضافة الألف. بالية هنا منتهية بتاء مربوطة، إذن هنا أضع تنوين الفتح على التاء المربوطة. فتعجب من قدرة الله على إحيائهم. تمام أبناء الطلبة، هنا بهذا أبناء الطلبة أكون قد أنهيت معكم شرح هذا الدرس بشكل موسع بشكل شامل، مع إضافة بعض المعلومات من عندي لكي لا تخطئوا ولا تخربطوا إن واجهتكم كلمات كهذا الذي نوهت عليه. كان معكم المعلم رائد أبو عواد من قناة الرائد للغة العربية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.